كل ما اقول ابعد مشاعري تركعني، اعمل ايه يا رضوى؟ حبيته جدا وادمنت وجوده في حياتي، هو كمان بيحبني، بس حصل ما بيننا خناقه وبقى ما بيكلمنيش وانا كمان مش بكلمه. المهم هو في عيب عصبي جدا وبيشتمني، بيشتمني قوي. انا ببقى كويسه بس ساعات بحس انه مش عايزاه ولا عايزه اتكلم معاه خالص. كتر القسوه يا رضوى بتحسسني اني مش بحبه، وبرجع تاني بعدها اهدى واقول هو كويس وبيحبني، مش عارفه ارتاح يا رضوى. وهو كل ما يقول حسيبه، كل ما اقول حسيبه يرجع يبقى كويس معايا، مش عارفه اعصب تاني. انا ما اقدرش احكم لك، انتي الشخص الوحيد اللي يقدر يحكم اذا كان يقدر يعيش مع شخص عصبي ولا لا. انا ما اقدرش احكم لك، انا هعرف منين؟ انتي الشخص اللي يقدر يحكم. انا ممكن استحمل راجل عصبي بس ما استحملش راجل يخوني، ممكن استحمل راجل غيور بس ما استحملش راجل بخيل. كل واحده فينا غير التانيه، فانتي الشخص اللي يقدر يحكم. لو انتي مرتاحه، لو انتي حاسه ان انتي مرتاحه ما كنتيش هتبعتي رضوى الشربيني اصلا، بس عشان انتي حاسه ان انتي مش مرتاحه وعارفه راي رضوى الشربيني هيكون ايه، فعايزه حد يسمع لك الكلمتين دول. بس انا بقول لك انا مش هقدر ادلك، يعني مش هقدر اقول لك سيبيه لان انت تستحمليه انا ما استحملوش، ولا انا استحمله انت ما تستحملوش، فانت عليكي ان انت تقرري. هي بيقولوا لي هم بيعملوا كده ليه؟ انا مش عارفه انتوا بتعملوا كده ليه صحيح؟ هي الرجاله خلصت من الدنيا يعني خلاص؟ يعني هسيبه يلا زي اللي قبله هسيبه. يعني لا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش.